ليه بقى في ستات كتير جدا بتلاقي صعوبة كبيرة قوي إنها تسمح لراجل إنه يحبها يحميها يراعيها، رغم إن دي سنة الحياة وهي عارفة كده كويس قوي؟ لأن الراجل اللي كان المفروض يقوم بالدور ده ما كانش موجود أساسا، أو للأسف كان موجود وعدمه أحسن. في بنات عايشة مع أبهات مش سوي مش محترمة، ممكن يكون بيستغلها كمان. أو أخ مفهوم عن الرجولة إنه يتخن صوته رغم إنه في المواقف مش موجود. المصيبة في واحدة عندها أب علمها درس عمرها إن الاعتماد على الراجل هو آخر حاجة ممكن تعملها في حياتها. وتخيلوا معايا لو دخلنا في الأعماق شوية، ممكن نلاقي البنت اللي مش قادرة تدي حب واهتمام لأي راجل، اللي جواها عبارة عن جرح الأم مش جرح الأب، لأنها شافت أمها عندها عجز كامل في التصرف قدام أبوها، أو بتفضل إخواتها الولاد عنها، ووعدت نفسها وقالت أنا عمري ما هكون الشخصية دي أبدا. حاولوا لما تشوفوا مواقف على ناس كتير، بدل ما تفسروهم ان هم معقدين وعندهم مشاكل، تدعوا لهم بالرحمة وتقولوا الحمد لله ان انتم ما عشتوش نفس حياتهم. اللي عاشت نفس التجربة دي مع أب أو أخ أو أم ممكن تكتب لنا تجربتها لو كانت قادرة، ولو ما تقدرش ممكن بس تسيب لنا في التعليقات كلمة أنا. واللي معترض على الكلام ده يا ريت يكتب لنا في التعليقات سبب اعتراضه إيه. دعموا المحتوى المحترم ان انتوا تعملوا له لايك وشير. أنا هيثم المعداوي، وإن شاء الله في المستقبل احتمال أكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.